هل محمد الخامس كان عارف من 66 سنة انه لما يقف الامم المتحدة ويقول اسم الجزائر لأول مرة ويسمع العالم كله بقضية الجزائر والجزائريين والمعاناة اللي بيعانوها مع فرنسا، هل كان يعرف انه بعد 66 سنة هتكون بلده واهله وولاده ما زالوا بيعانوا من هذه الدولة اللي كان بيقول نتألم لألمهم وكان بيعاني عشانهم؟ يا راجل، المغرب نال استقلاله سنة 56 ايه اللي حصل؟ كل الجزائريين على الحدود كانوا بيعبروا بالآلاف بيدخلوا للمغرب هربا من فرنسا واللي بتعملوا فيهم هناك والمجازر اللي بتحصل. ايه اللي حصل من المغاربة؟ استقبلوهم بكل ود وترحاب. هحط لكم فيديوهات، فيديو لخطاب الملك محمد الخامس، فيديو لخطاب تبون الغريب، وفيديو لاستقبال المغاربة للجزائريين في الوقت ده. 6 سنوات يا راجل، من 56 ل 62، من مجرد ما مش المستعمر من المغرب والحماية اللي كانت مفروضة، ايه اللي حصل؟ الجزائريين هربوا على طول بحياتهم، لقوا كل ود وترحاب وحب بالآلاف يا راجل. سنة 57 على طول كان محمد الخامس واقف في الأمم المتحدة بيقول احنا بنتألم للي بيحصل للجزائريين واخواتنا هناك، ويروح وجدة ويدعم هناك جبهة التحرير اللي بتحصل في الجزائر. وكان الوضع فيه مؤازرة قوية جدا. مرضيش يا راجل يرسم الحدود مع فرنسا وهي موجودة في الجزائر، واتفق مع جبهة التحرير انه الحدود ترسم لما الجزائر تاخد استقلالها. ما كانش يعرف، ما يعرفش اللي حصل، ما يعرفش النوايا، ما يعرفش ان في نفوس متقلبة وان في ناس مش متربية على الأصول صراحة. لأنه قديما كان في درس برضه مع السلطان مولاي عبد الرحمن 1830 لحد 1844 لما وقف مع الأمير عبد القادر ودعموا وسندوا بعض قوات، وطنجة والصويرة هنا انضربوا من فرنسا بسبب دعم السلطان وفي الوقت ده مولاي عبد الرحمن وابنه مولاي محمد. ايه اللي حصل؟ بيكتب في التاريخ عندهم ان السلطان المغربي كان ضد الامير عبد القادر وهو اللي خذله. يعني ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرده. ده اللي حاصل. ما هو لما يكون محمد الخامس يكون اول واحد يقول اسمك وبينادي باستقلالك ويساعدك وبيساعدك بكل الطرق، وانت بعد 66 سنة تطلع كده تبون يطلع يقول لك الدولة الوحيدة اللي موجودة في الاستعمار في افريقيا وياخد جزء من ارض المغرب ويقول لك دي دولة المغرب محتلها. المغرب محتل ارضه. شهد القاصي والداني وعلم الجميع بان دي ارض مغربية من قديم الازل، وفي معاهدات بتربط شيوخ قبائل هذه الاراضي مع سلطان المغرب دائما. تيجي انت بقى كتبون ككبرانات كشنقريحة كالنظام كالعقل ده يا راجل، الاقي في دولة احتوت بلدي واهتمت بيها 6 سنوات 6 سنوات من 56 ل 62. ما كانش حد بيسمع بالجزائر. هو اول واحد ويقولها بخطاب باللغة العربية، وكان اول خطاب يقال باللغة العربية في الامم المتحدة. شوف بس ادخل شوف الخطاب، هحط لك اللينك بتاعه. شوف محمد الخامس بيتكلم ازاي عن الجزائر، وشوف تبون بيتكلم ازاي عن المغرب. فرق الثرى من الثريا، فرق السماء من الارض. المغرب وتاريخه بجد مشرف. هات لي الحجة على غير كده، هات لي دليل على غير كده. ما كانش مطالب محمد الخامس انه يدافع عن الجزائر، بس كان فيه رجل أمة، رجل حامل هم الأمة، رجل راح عاش مع ناس في مخيمات في لبنان وفلسطين، كان بيدعم كل قضايا من أوائل الناس اللي نادت بالمنظمات الاتحاد الإفريقي والحاجات العربية كلها، وكان بيضع حجر الأساس مع جمال عبد الناصر عندنا في مصر في السد العالي. له حاجات كتير، له حاجات، تاريخه غريب، تاريخه سبحان الله رائع، يعني جمال فوق جمال، رغم انه فترة بسيطة جدا من بعد ما رجع. طبعا تاريخه كان مشرف جدا قبل ما يحصل النفي، وبعد ما رجع من النفي وبقى الملك محمد الخامس
بسم الله ما شاء الله. يعني انا لو جيت تقرا في التاريخ في الفتره ديت هتلاقي انه واحد من انشط الملوك اللي الواحد بيقرا عنهم. ما فهمتش ازاي يترد الاحسان بالاساءه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ياكي واقف كده تبون ومتفرد كده ومتخيل ان دي زعامه عشان يقطع كده بالسكينه في جسد بلد شقيق، ووافل مع الحدود وموقف في العلاقات الدبلوماسيه وحاجه. يعني عشان ايه؟ ده انت مش عامل كده مع اللي استعمرك 130 سنه. بتقول احنا بلد المليون و500 الف، ولا دلوقتي بقوا 5 مليون شهيد. اوكي، ما مش عايزين نتكلم في النقطه الجدليه اللي مش مفهومه دي، ولكن انت ما عملتش كده للي قتل من عندك كل ملايين ديت بكلامك، وواخد الجماجم بتاعتك وانت مطبع معاه العلاقه. عمل ايه معاك المغرب غير انه من 56 ل 62 كان مهتم بكل اللي بيجوا من الجزائر للمغرب، ووقف معاكم وساعدكم. وقديما مش هنحكي على الامير عبد القادر، لا خلينا من هنا، من عند 56، من وقت ما المغرب بقى حر تماما مفيش اي حمايه. عمل ايه؟ على طول بدا يستقبل من عندكم الناس. ما طردش حد، ما حصلش زي ما حصلت المسيره الخضراء، عملتوا انتوا المسيره السوداء. التاريخ عمال ادور لعل وعسى يعني يكون في حاجه برضو الواحد يقول ايه بس هنا في خطأ وقع في المغرب. مش لاقي عشان الواحد بيحاول يكون منصف، بس انتوا مش مدين مجال. افتح الحدود يا راجل، فرصة يا راجل. حصل كارثة طبيعية، الزلزال. اقف، ساند، رجع العلاقات الدبلوماسية. اقف في الأمم المتحدة، ترحم على اللي ماتوا من المغرب. طب مش مسلمين، مش عرب، مش امازيغ، انت مش مشترك في كل الحاجات ديت؟ طب مش افارقه؟ طب مش جيرانك؟ ده انت مهتم بمالي وبالنيجر وبالسودان وبتتزعم قضيه ده انت يا راجل بتقول انك بتعمل مصالحه ما بين روسيا واوكرانيا. يا نهار اسود، روسيا واوكرانيا؟ انا بقود مصالحه سريه ما بين روسيا واوكرانيا. مش روسيا ديت اللي ما عرفتش تدخل معاهم البريكس؟ مش مكبروش بيك؟ انت على الصعيد الدولي فين؟ حقيقي فين؟ لو حد يبعد بالكاميرا كده وقت ما كان تبون بيقول الخطاب بتاعه، يا عم انت ما فيش حد موجود، يا عم ما فيش حد موجود في الصالة. يعني في ضعف دولي رهيب لا نحبه لأي بلد عربي مسلم. لكن ليه كده؟ ليلة الأصل ليه مفيش رجولة في المواقف؟ هي الرجولة عنتريات في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي ادعاء بطولات غريبة. مش هنحكي عن الناس اللي عندها خزعبلات فكرية عندكم، وانه الجزائريين موجودين قبل آدم، وانه حاجات كتير، وان اهل الكهف كانوا في الجزائر، كل حاجة، وان الاهرامات اصلا انتوا اللي بنيتوها، وحاجات كتير جدا. سيبك من كل الكلام ده، كلام تافه موجود في السوشيال ميديا بس بيوقع ما بين الشعوب. اوكي كده حلو تمام. ايه بقى ده؟ ايه اللي حصل من ملوك المغرب مع رؤساء الجزائر من وقت ما المغرب نال استقلاله وهو واقف في ظهر الجزائر بخطاب في الامم المتحده؟ انت فرحان بانك تبون طلعت في الامم المتحده، تروح جاي متكلم عن اهل ناس عايشين في المغرب وتقول دول مستعمرين، واخر استعمار حاصل في افريقيا حتى الان ما زال ما اتحلش. ايه ده بجد؟ الشعب كامل هنقول 45 مليون، مفيش حد قادر يقول ده غلط؟ محدش عارف يقول مثلا احنا فين من الزعامه ومن الاخوه ومن العروبه ومن الرجوله؟ كده بتردوا الجميل. 6 سنين يا راجل، 6 سنين المغرب مهتم بالشعب الجزائري كله اللي بيدخل بالالاف، وفيكون الرد كده تقف في الامم المتحده وبتتكلم بالطريقه ديت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يردكم الى الحق.